السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا بفيديو جديد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده هنعمل محشي بقى. كرنب. شايفين الكرنبايه القمر دي؟ ده كله المحتويات بتاعتها ما عدا الرز بس. يعني هنستعمل خضره، حزمتين خضره، حزمتين كزبره، حزمتين شبت، حزمتين بقدونس. واللي بيحب يكتر الشبت والكزبره تمام، يعني حزمه واحده ممكن بقدونس بس، والباقي كله شبت وكزبره يبقى احلى يعني. ودي الطماطم انا ضربتها، انا بحب اجهز الحاجه عشان لما ابدا معاكم نبدا مع بعض. وده البصل، دي بصلتين كبار كده او 3 حلوين. ودي شطه. وده بقى هنستعمل ملح وفلفل وكمون بس. هي دي كله، والزيت طبعا بس. هنحتاج بس الرز. الكرنبايه دي ممكن تحتاج كيلو الا ربع رز، مش هتاخد اكتر من كده بس. ويلا نبدا ونقول بسم الله. اول حاجه هنجيب حله على النار، هنحط البصل فيها اللي احنا خرطناه، ضربينه في الكبه يعني، او خرطيه على ايدك براحتك اهو. المحشي يا جماعه بيحب البصل كتير، انتوا ما يهمكوش خرطوا بصل كتير زي ما انتوا عايزين. كل ما بتكتري بصل وزيت المحشي بيحب الزيت والبصل اهو. شايفين البصل عايمه في الزيت ازاي؟ هو كده. بس هنحط بقى حبه ملح، حبه فلفل، حبه كمون، وهنسيب الباقي طبعا. هنعمل بيتين وانا بحب احط حبه شطه على البصل. بس كده. لما بقى تتحمر، احنا مش هنحمرها، مش هنغمق يعني البصل قوي، تصفر وتدخل في هي اللون الذهبي كده. هنحط الطماطم. يلا بقى بينا نقطع الكرنبايه ونحضر الميه بتاعتها. انا في حله على النار في الناحيه التانية، حطيت حله فيها ميه، ولما تغلي هنحط حبه ملح حلوين كده ونسلق بقى الكرنبه. يلا بينا نقطع الكرنبه. اهي الكرنبايه هنقطعها بقى مع بعض. نجيب سكينه حلوه كده متينه اهي. نقطعنا مع بعض برضو الكرنبايه قبل كده، بس انا حابه ايه اللي ما شافش الفيديوهات بتاعتي بتاعت المحشي. انا كنت عامله محشي قبل كده وانا في المصيف، بس النور قطع وما حشيتوش قدامكم. كنت بعمله بالليل عشان احضره لتاني يوم، والنور قطع طبعا. بس دي كده بنشيل القلب كده، نشيله كويس عشان لما تيجي تطلعي الورق يطلع معاكي. بس كده. في ناس بقى اللي بيطلع ده بتخلله ما بترموهوش، يعني تحطيه في ميه وملح وحبه شطه كده وبيتخلل، والله بيبقى حلو. انا مره عملته. ست البيت الشاطره ما ترميش حاجه خالص. حتى انا كنت زمان عندي طيور، كنت قاعده في بيت كنت قاعده فيه يعتبر لوحدي، يعني كان في واحده ساكنه وتوفت، وانا كنت قاعده في البيت كله لوحدي. وانا بقى كنت فوق السطح بربي طيور وبربي حاجات، ومره ربيت ارانب. بس بقى يلا الحمد لله مشينا بقى من البيت ورحنا سكننا في حته تانية. طبعا ما فيش مكان ان انا اربي فيه. والله مره عملت دوره فراخ بيضه جميله بصراحه، حلوه. بس دلوقتي كتكوت وصل حاجه و30 جنيه، اما انا اجيبه قرب 40 جنيه. هكلفه بقى كام ما ريحت دماغي بقى. يعني انا كنت ناويه اعمل كده في البلكونه، وكنت سالت على عشه بلاستيك اللي هي قفاصه دي ولا اسمها ايه، مش عارفه اسمها ايه، وسالت عليها
اللي هم بيربوا فيها الطيور دي، وقلت هجيبها بقى واحطها في البلكونه واعيش حياتي بقى واربي فراخ وكل حاجه نظيفه. بس بقى ايه، لقيت الموضوع هيتكلف عليا بقى، يعني الكتكوت لو جبت 10 هيقطعوا مبلغ يعني، وغير بقى العلف، طبعا العلف غالي. فانا ريحت دماغي وقلت لما اعوز اشتري فراخ في واحده بقى ايه انا عارفاها بتبيع فراخ حلوه، بنتصل بالتليفون، اختي بقى عارفه نمرتها وبتكلمها وبتطلب منها بقى فراخ متجزأه كل حاجه، اجنحه لوحدها، وراك، دبابيس، نص الورك اللي فوق بيسموه صفح، اللي انا هعمله النهارده جنب مش انا كنت عامله فيديو ان انا قلت لكم انا شاريه جوانح وشاريه نص الورك اللي فوق اسمه صفح، هو ده بقى اللي انا هعمله النهارده مع المحشي. انا عندي لحمه بس انا ايه بحب المحشي كرنب بالذات يبقى معاه فراخ بصراحه، يبقى طعمه بالنسبه لي انا يعني احلى ما انا بعمله على محشي، بعمله على لحمه يعني، والناس اذواق. انا جوزي الله يرحمه كان بيحب اللحمه اكتر من الفراخ، هي اللحمه طبعا فيها فوائد اكتر من الفراخ البيضه اللي احنا بنجيبها دي، بس مره كده ومره كده يعني. انا بقى ابقى اعمل لكم اللحمه، ابقى اطبخ لكم عليها، نطبخ بقى باميه، طاجن، نعمل كده حاجات، هوريكم كل حاجه هعملها ان شاء الله ان شاء الله. هيبقى هوريها لكم واشارككم معايا فيها. واللي حابب يعمل حاجه يقول لي في التعليقات انا عايزك تعملي فيديو كذا وانا اعمله له، والله راجل او ست يعني في رجاله بتبقى عايشه لوحدها ومفيش حد يا عيني بيطبخ لها، فهم بيطبخوا لنفسهم عادي يعني. انا لو حد حابب يعمل حاجه او عنده فكره جديده يقول لي عليها وانا اعمل له فيديو. اي اكل ان شاء الله، اي اكل بعون ربنا هنعملها له باذن الله. دي بقى اسمها الوزه بس انا هسلقها وهي كده عشان ما تتفركش جامد. دلوقتي بقى لما الميه تغلي هحط حبه ملح واسلق الكرنبه. طبعا كلكم عارفين سليق الكرنبه، بتحطوا الورقه ويعني يا دوبك تدبل كده وتطلعوا، ما تهروش الورقه عشان تعرفوا تقطعوها وتبقى تستحمل الحشي المحشي يعني. يلا نشوفكم بقى لما اجهز كل حاجه ونقعد نحشي مع بعض بقى ايه المحشي. احنا دلوقتي طبعا بنقلي اهو، عملنا لما البصله كمان توصل للون اللي انا عايزاه هوريه لكم عشان اللي مش عارف يتعلم مني. يا رب اكون بفيدكم، وما تنسوش يا جماعه اللايك يا جماعه بيرفع الفيديو بعد اذنكم، فضلا وليس امرا. بطلب منكم يعني ان انتوا كل اللي يشاهد الفيديو يدوس لي لايك عشان الفيديو يترفع، ويا رب اكون بفيدكم ان شاء الله، وكل جديد هعمله لكم باذن الله. ده المحشي بقى المصري بتاعنا، والمصريين مشهورين بالمحشي طبعا. في دلوقتي بتنجان وكوسه برضو، بس احنا بنحب يعني نغير مره كده ومره اعمل محشي كده. وانا مره عملت لكم البتنجان والكوسه وصورتها لكم، اللي عايز يرجع للفيديوهات هيلاقيها ان شاء الله. بس النهارده بقى نعمل محشي الكرنب. انا مستنيه الميه تغلي والبصله تصفر، وهنطش بقى نحط الطماطم وانا غاسله الخضره وكل حاجه، مجهزه كل حاجه. هغسل الرز بس انا بحب اغسل الرز في ساعتها علشان بس ما يبوش يعني، ما يبقاش يطرى قوي. فالرز بالذات تغسليه وتحطيه في الخلطه على طول. يلا نشوفكم بقى لما البصله تتعمل هوريها لكم. اهي البصله احمرت، بصوا بقت ذهبي كده، بس الكاميرا يا رب تكون جايباها. انا مش بحبها محروقه قوي زي بصله الرز طبعا، ديت كده زي الفل. هنحط الطماطم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. بس كده هنسيبها بقى تاخد وتدي مع بعض. اول ما تخش في التسبيكه، تخش في السوا كده، هنحيقها. مش هنحيقها دلوقتي، ما تغلي غلوتين كده، وقبل ما تتسبك نحيقها عشان تبقى مستويه حقيقه وحلوه. خلاص هنسيب الصلصه تتسبك، هنغطي عليها ونسيبها تتسبك
وبعد كده بعد كده هنعمل بقى، هنسلق الكرنب بقى مع بعض. سلقنا الورق اهوت، هنعمل بقى نقطع. جبت السكينه، ثواني، جبت السكينه وجيت بسم الله. هنقول بسم الله. بصوا بقى اللي ما بيعرفش يقطع ليه، شايفين اهي الورقه اهي مثلا، هنتنيها كده وهنقطعها كده. هنشيل العروق دي اهي ونطبقها كده ونقطع بقى كده، شايفين اهي. هوريكم برضو، انا بوري يا جماعه اللي هي البنات وفي ستات ما بيعرفوش يعملوا محشي على فكره اهو. بصوا على قد بقى الصابع اللي انت عايزاه، انا بحبه المقاس ده اهو. هنحطه بقى، نرصه في طبق كده، نرص كده في الطبق ونخلص الكميه كلها اللي احنا قطعناه. وبعد كده هنقطع برضو كل ورق اهو، كل الورق بقى بالطريقه دي، شايفين على قد الصباع يعني. شايفين الحته المقطوعه ديت نروح حاطين عليها حته تانية ونحشيها برضو. كل واحده بقى وتلف وشطارتها، وكل واحده بتحب الصباع كبير الصباع صغير. في ناس بتحب الصباع كبير وتخلص، وفي ناس بتحب الصباع صغير. يعني انا بحبه وسط، ولا كبير ولا صغير اهو. الورقه الصغيره برضو بلفها عادي يعني عشان نرميها. هنقطع بقى كل الكرنبه كده اهي بالطريقه دي، شايفين اهو. هنمسك ورقه تانية برضو هنتنيها كده نصين. في ناس بقى بتحط على قطاعه كده وتقطع كده وتقطع كده براحتك، بس انا بحب اقطع على ايدي كده. خلاص اخدنا على كده يعني. تقطعي على قطاعه برضو عادي يعني، تمام اهو. هنقطع بقى كل الكميه وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. كده قطعنا الورق كله اهو خلص. هنغسل الرز ونجيب الصلصه ونبدا نحشي بقى. قطعت كل الورق، ودي الوزه دي اللي حد عارفها بتبقى قلب الكرنبه وبنحشيها رز، وفي ناس بتحبها تمام. بس والورق الموف دوت بتاع القلب اللي جوه. الكرنبايه جميله وطازه وكانت فلاحي وجميله بصراحه، وقطعت ورق كتير اهو. ممكن تاخد كيلو رز ولا كيلو الا ربع، هنشوف. يلا احنا كده غسلنا الخضره طبعا، جهزناها من بدري، والرز غسلناه والصلصه اتسبكت. عايزه بس اوريكم التسبيكه شكلها ايه. بصوا نشفت ازاي، والزيت طلع على الوش كده، تبقى هي كده اتسبكت. انا حطيت لها وهي بتتسبك حبه سكر وبقيه الملح وشطه وكده يعني، والشطه دي بقى حسب ما انتوا عايزين. انا بحب اقلب بقى الخضره كلها عشان هشيل، مش هحط الصلصه دي كلها، احط على قد الرز. انا غسلت كيلو الا ربع كده رز، ونشوف لو عاوزت تاني هغسل تاني واقول لكم هي الكرنبايه دي خدت قد ايه. بس هي كل كرنبايه مش بتاخد قد التانية رز يعني. في كرنبايه بتبقى مليانه ورق، وفي كرنبايه بتفتحيها تلاقي الورق مكلكع كده جوه، ما بتاخدش ورق، ما بتقطعش ورق كتير. بس انا غسلت الرز بقى احطه هنا. تمام. بحط بقى صلصه على قد الرز ده. انا عارفين انا لخبطت الخضره مع الصلصه عشان لو لو عوزت رز تاني ابقى عندي خلطه اهي، عندي خلطه متسبكه شايفين. انا طبعا لو عوزت تاني هحط، بس انا كده شايفاها كويسه جدا
مليانه صلصه اهي. على فكره هي مليانه صلصه والله، بس الاضاءه مش جايبه الصلصه وهي مليانه اهي. وشطشطتها، وهنعمل بقى دلوقتي هنحشي مع بعض واشوف واحنا بنحشي ازاي بقى. هنجيب حبه ورق كده نحطهم على الرز كده عادي. بصوا اهو، اللي ما بيعرفش يلف يا جماعه المحشي. وما تحطيش رز كتير في الصباع، لسه الصباع لما يستوي هيكبر. بصوا انا عامه كده يعني ما برصش الحله، ما بحبش الرز، ما برصش المحشي يعني، برمي كده في الحله زي ما انتم شايفين كده. في ناس بتحب ترصه وكده اهو. انا المحشي بالذات هو الورق العنب بس اللي انا برصه كده كده. بنقلبه في الصينيه واحنا بناكل وما بينزلش متزوق يعني. ورق العنب هو اللي بتحبيه يبقى مرصوص، حتى لو قلبته في حاجه بيبقى مرصوص. انما الكرنب لا، ولا الكرنب ولا البتنجان والحاجات دي برص. حط عشوائي كده وخليها على الله. شايفين اهو. في ناس بقى يا جماعه هوريكم، في ناس بقى بيلفوا ازاي. استنوا هقول لكم. بيحطوا الرز هنا، اللي بيلف كده يقول لي في التعليقات اهو. بصوا يلف كده 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 الصباع ما بيبقاش ماسك نفسه وبيبقى مش على القعده يعني. انما انا كده بصوا اهو، بصوا الصباع ماسك نفسه ازاي. يلا هكمل بقى كله واوريكم في الاخر واحنا بنسويه. كده خلصنا حشو المحشي كله اهو. الكرنبايه يا جماعه خدت كيلو الا ربع رز زي ما انا قلت لكم. ايه هشوفوا هتاخد قد ايه. عملت الحله دي وعملت حله صغيره كده. بصوا ده بقى ايه الصوص بقى كده اللي فاضل. تحطوا حبه كده على الوش، بيدوا طعم خطير اهو. شايفين؟ اللي عايز بقى يحط شطه يحط تاني، اللي مش عايز يكتفي بالشطه ديت. وانا حسب بقى ما انتوا عايزين بتحبوا الشطه قد ايه. احنا بنحب الشطه كتيره وسبايسي كده. فانا بقى همسك الشطه كده. بص انا حطيت شطه والله العظيم، حطيت 3 معالق من دي، بس انا طموها في الشطه شويه كده كفايه عشان ايه شكلهم ما يضربوني وهم بياكلوا. هنحط بقى الشوربه على قد ايه. احنا كده طبعا هنولع النار. ماشي، نحط بقى الشوربه. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بسلق سلقت زي ما انا قلت لكم كده الصفح، وخدت بقى منها الشوربه دي. سلق اي حاجه والله العظيم. عارفين المحشي ده اي شوربه. عارفه لو عندك حبه جناحه، لو عندك وركين وتقسميهم 4، لو انتوا 4 افراد اعملي وركين واقسميهم على 4، كل واحد ياخد الدبوس والحته اللي فوق دي. عايزه فرخه بقى تقسميها حسب ما انتوا، حسب كل واحد ومقدرته يعني ما توقفوش ان انتوا ما تعملوش محشي. في ناس بتعمل المحشي ده على مرقه دجاج يعني عادي. اي حاجه يعني. والله العظيم بيبقى طعمه حلو يعني، وربنا بيحلي اللقمه. كل واحد على قد مقدرته يا جماعه. ويا رب يرزقكم كلكم كده ويوسع عليكم كلكم. متنسوش بقى اللايك بتاعي الحلو ده والاشتراك في القناه لو ما اشتركتوش. وطول ما انتوا بتشتغلوا تسموا الله وتصلوا على النبي، البركه تطرح في الاكل كده. بصوا بقى انا بعد ما بنسقي المحشي بنهزها كده عشان الشوربه تنزل لتحت خالص. احنا بقى بنحبها فيها صوص كده طريه، فاهمين؟ هي كده كفايه. انما انا ما بحبش او احنا يعني ما بنحبش المحشي بيكون كل واحده ووحدتها دي. لا لا لا، بنحبه في صوص كده بيلز في الاخر. وانا بغرفه هوريكم. بس كده كفايه قوي اهي. الشوربه بتاعته كده جميله. ونغطي عليه
واول ما يغلي غلوتين ويبتدي الشرب نوطي عليه، وخلاص كده المحشي هيجهز معانا. والف هنا وشفا. وما تنسوش الصلاه على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وتشتركوا في القناه، واللايك يا جماعه، اللايك يا جماعه. دي الصلصه اللي فاضت اهي، هنحطها بقى في كيس ونخليها في الفريزر. لما يكون عندنا عايزين حبه محشي صغيرين كده، بنقور بتنجانتين او نجيب مكرمبايه صغيره ونحشيها، دول هيكفوا والله. بصوا، ولو كده هنكملهم باي حاجه، يعني نكمل طماطم عليهم، هم حبه كويسين قوي. هنعبيهم بقى في كيس ونشيلهم في الفريزر. كنت عايزه بقى اقول لكم على حاجه، لما تحطوا حاجه في الفريزر بططوا الكيس كده عشان لما تيجوا تخرجوه، بصوا اما تيجي تخرجوه من الفريزر اهو، يعني مبطط ازاي. لما تيجي بقى ما تخرجوه من الفريزر ما ياخدش وقت في ان هو يفك، يعني بيبقى. ولو في كيس اكبر كمان، يعني لو وسعتوه اكبر هتبقى رقيقه. وتحطوا كيس فوق بعضها، ما تاخدش كمان مكان في الفريزر، وتبقى الرصه حلوه. وهو كمان لما تيجوا تفكوه مش هياخد وقت. يلا نشوفكم بقى لما المحشي يستوي كده. خلاص معلش بقى طولت الفيديو عليكم، بس تفاصيل المحشي كتير، ولازم نقول كل صغيره وكبيره في المحشي عشان ما حدش ايه، عشان اللي ما تعرفش تعمل محشي تعمله خطوه خطوه. كده خلص المحشي اهو، طفينا عليه. بصوا بقى، انا بنحبه طري كده وفي صوص كده، والرز حبه الرز اللي بيتكبوا دول عشان هو طري كده. انا مش عارفه اوريكم اقول لكم ايه وطعمه ايه وخطير. يلا اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. هنقدمه وهنقدم معاه فراخ، وهوريكم لما نغرف. كده خلصنا الفيديو بتاعنا واهو، حمرنا الفراخ وغرفنا المحشي وحطينا شوربه بقى وعليها ليمون تحفه. يلا نشوفكم في فيديو جديد، وما تنسوش اللايك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.